ازيك يا دنيا عاملين ايه؟ بخير، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. انتي عارفة احنا النهاردة نازلين نعمل ايه؟ فيديو العيد الميلاد. طبعا يا شباب انتوا عارفين انه الأنشطة لما اتعملت ما اتعملتش بسبب ترفيهي، اتعملت أكتر بسبب روحي، عشان كده قررنا إن احنا ننزل نسأل فرق مرام آسة شوية أسئلة عن الميلاد. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني. ايه اللي خلى المجوس يعرفوا انها مش نجمة عادية؟ انا كنت عارفة الإجابة بس ان هي كانت تظهر في الصبح وكان شكلها يعني ان هي منور نور. اولا كان شكلها غريب وكانت بتظهر في الصبح، يعني مفيش ناس بتظهر في الصبح. المجوس كانوا عارفين في الفلك وهي كانت نجمة لامعة كبيرة عن باقي النجوم عشان النجم بيطلع مختلفة. بالليل ما بيطلعش في النهار. طب ما هما شافوه في الليل. مش في الصبح برضه، هو فضل تقريبا شهرين او حاجة زي كده. كانت بتظهر في الصبح ومفيش نجوم في الصبح. بص، هما كانوا ماشيين بصوا في السما كده، قال لك شايف النجوم دي كلها؟ دي نجمه مش عاديه. بجد؟ السبب اللي خلى يوسف النجار والعذراء يروحوا بيت لحم. الوقت متاخر تقريبا، ما لقيوش مكان غير ده. جعانين او كانوا جعانين صح. بيت لحم. بيت لا. شكلك مذاكر بس. ما نشوف اللي بعده. ان ما كانش حد قابل ان هو العذراء تسكن عنده او تولد عنده، فما لقوش غير بيت لحم وهو اللي قعدوا فيه. مين اول من بشر الملاك بالميلاد؟ ايه ده؟ طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ يا مين اللي بشرهم؟ مين الملاك بشر مين؟ العذراء. العذراء لقب يوسف النجار. نجار حوار يعني. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ يوسف ده كان ويوسف سموه يوسف النجار لانه كان نجار. يوسف النجار حامل اللقب. حاجه بتحبها في العيد؟ الوكله طبعا. البس واكل واخرج. الاكل اكيد يعني مكرونه بشاميل. بومب وصواريخ. المجوس لما راحوا للمسيح كان عنده كام سنه؟ ماكسيموم سنتين ونص. في الرنج ده يعني. رونج روفر. انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. سنتين ونص. تقريبا هو لسه مولود، هيبقى اول يوم سنتين كده. بالموايمه كده يعني سنتين ونص. قولنا مراد الانجيل بتاع العيد. طب ما تيجي نقوله سوا. قول يا اسطى. لازم نصلك يا عم. مشمونا شراب الماء. بس كده كمان. لا دي حافظه مذاكره، لا مذاكره. ايه اللي خلى المجوس ما يرجعوش لهدود السنة؟ انت معايا ولا غايب النهارده؟ علشان لو راح هيستدعى لهم، وبعد كده ممكن يقتل الطفل يسوع. فكسوله. كارفين. ماذا قال الملاك ليوسف في الحلم في المره الثانيه؟ طيب لو لساني عارفه. قوم خد الصبي وامه وروح مصر. قال له يا يوسف. افتكرت. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتسميه منوئيل؟ منوئيل صح، انا عارفه ان اسمها سموها منوئيل. لا واثقه من نفسها مش واخد بالك. خد الصبي وامه واذهب الى مصر. اول مكان راحوا المجوس اكيد بيتهم، مش حوار يعني. ده سريروز. اكيد بيت لحم. سريروز. الملاك قال ايه للرعب؟ يا رعب. بصوا يا شباب، بس هو قال لهم كده. استنى بس كده. اعملي باي باي، اعملي باي باي.